جماعة تعالوا النهاردة اخدكم جولة حرة جوه مكتبة اسكندرية. ودي من اكتر الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها، ان انا اروح مكتبة اسكندرية لوحدي كده، وان انا اتعمق فيها، وان انا اشوف زي ما بيقولوا الخبايا. فالنهاردة احنا هنقضي يوم لذيذ جدا 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 في مكتبة اسكندرية مع بعضينا، وتعالوا نشوف هنستكشف فيها ايه. هنا كنت لسه داخلة وبشوف هعمل ايه، وهنا بتمشى ورايحة عند القبة السماوية، وقلت دي أول حاجة هبدأ بيها. جماعة نزلت أحجز تذكرة تحت في القبة السماوية اللي هي ورايا دي. ما لقيتش غير حفلة واحدة اللي هي الساعة 1:30. عجائب الدنيا السبعة. تذكرة ب20 جنيه للطلبة، مش عارفة غير الطلبة بكام. هستنى بقى، أنا دلوقتي المفروض هفضل واقفة مستنية لحد الساعة 1:30 ما تيجي، وهنزل أشوف ايه ايه عجائب الدنيا السبعة. احنا اكيد كلنا عارفينها، بس هنزل اسمعها. هحاول ان انا اخد لكم كام لقطات كده من جوه علشان تحت ممنوع التصوير، بس هحاول ان انا اخطف لكم كام لقطة كده واستنوا. تعالوا نشوف بقى احنا هنلاقي ايه في عجائب الدنيا السبعة. يا جماعة أنا بحاول ألاقي مكان هادي في مكتبة اسكندرية. مفيش، أنا بس اللي هتسيب الناس كلها، مش أنا بس. هنا بقى كنت ملانة قوي لان انا كنت واقفة بقالي كتير، ولحد ما ربنا فرجها وجت الساعة 1:15 وبدأت ان انا انزل، بس الطابور كان كبير جدا. بس اخيرا دخلت، وهنا بقى في طريقي لدخول القبة السماوية جوه العرض. كنت ماشية حاسة انها تايهة جوه، بس فضلت ماشية لحد ما الحمد لله لقيت الباب ودخلت كمان. هنا بقى الناس زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، ناس كتير جدا واغلبيتهم اطفال، بس انا اعتبرني طفلة بقى معاهم ومش مشكلة. انا هنا دخلت بس مستنيه لسه العرض يبتدي. الناس كتير، بصوا، ناس كتير جدا جدا جدا، ولسه في ناس تانية بتدخل. انا يعني متشوقه جدا للعرض ده، حاسه ان هو يبقى حلو قوي، وحاول زي ما قلت لك ان انا اخطف شويه لقطات وهوريها لكم. ان شاء الله هيبقى حلو. عايزه اقول لكم بقى هنا معاناه تانية خالص، ان انا عماله احاول على قد ما اقدر ان انا القط كام صوره او كام فيديو بسرعه علشان اعرف اوريكم الجمال والحلاوه اللي بتبقى موجوده تحت. بس الحمد لله عرفت ان انا القط كام حاجه. عايزه اقول لكم الحاجه تحت جميله قوي، بتحب يعني تحببكم في بلدكم، تحببكم في عجائب الدنيا السبعه اكتر ما انتوا حابينها ومنبهرين بيها. وبجد كانت حاجه جميله جدا جدا لحد ما جت اللحظه ان الفيلم خلص. وبجد كنت زعلانه قوي، وكان فيلم تحفه. وهنا اخيرا الفيلم خلص وطلعت. هنا بقى كنت باحاول إن أنا أتجول وألِف وأشوف إيه الدنيا وكده، وبدأت بقى إن أنا أطلع علشان أكمّل الجولة بتاعتي جوّه مكتبة إسكندرية. لسه مخلّصين دلوقتي، عايزة أقول لكم إن أنا استفدت حاجات كتيرة جدًا. اكتشفت أكتر عن عجائب الدنيا السبعة، ومش كده وبس، أنا كمان عرفت في حاجة اسمها عجائب الطول. يعني أنا كرضوى أول مرّة أسمع عن عجائب الطول، بس اتبسطت واستفدت جدًا. دلوقتي إحنا هنكمّل الجولة بتاعتنا بس جوّه المكتبة. هنا بقى طريقي للمكتبة الأساسية علشان أدخل أشوف هاعمل إيه جوّه. جماعة أنا دخلت المكتبة دلوقتي وبتجول بقى أشوف هاعمل إيه. دلوقتي أنا في الأسانسير طالعة B3 علشان أشوف إيه اللي فيه. أنا هنا دلوقتي في B3. جاية ليه؟ جاية علشان شُفت تحت حاجة كده هاحكي لكم عليها دلوقتي، بس قُلت آجي أشوفها الأول وأشوف إيه حكايتها. بُصّوا اللوح الجميلة اللي هُم حاطينها. بُصّوا كُتب كتير جدًا، بس إحنا طبعًا مش هنقرا حاجة من دول، لإن إحنا جايين لهدف تاني. هاجي مستنياهم لحد ما يفتحوا. بصراحة كنت ملانة لحد ما شُفت الملاحظة على المكتب فاتبسطت منها شوية. أنا دلوقتي أنا دخلت المجموعة، شُفت مجموعة الكتب المتنوعة اللي هُم بيعرضوا عنها دي. صافية. يا جماعة عايزة أقول إن دي طلعت حاجة متميزة جدًا، 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 وحقيقي حلوة أوي، وكأن المُدرس قاعد معاكم بالضبط، يعني ولا محتاجين بقى كورسات ولا أي حاجة، بجد الفكرة حلوة أوي، وكفيلة إن هي تعلّمك. ده كان شكل الكتاب والأسطوانة والكمبيوتر اللي كنت قاعدة عليه. النهارده عرفت إيه الدورات اللي هتشتغل طول فترة السنة. أغلبية الدورات، يعني مش كلّها، الحاجات اللي هُم عرضوها. عرفت إيه الحاجات اللي هتشتغل اليومين الجايين.
كمان عرفت حاجات أنا ما كنتش عارفاها زي اللي هي المكتبة الصوتية دي، أنا ما كنتش عندي علم بيها رغم إن أنا باجي المكتبة هنا على طول. كمان اكتشفت حاجات ياما، النهارده أخدت رسالتين قريت فيهم حاجات كتير، استنى أوريكم. أخدت رسالتين نو هنا تقريبا باينة. ما كنتش أعرف إن في رسايل ممكن إن إحنا نستعيرها عشان نستفيد منها وكده، بس بالبطاقة دي برضه حاجة جديدة لسه مكتشفاها النهارده. اكتشفت حاجات كتير أوي، وأنا مش هاقدر أكمّل بقى لإن أنا تعبت وأرهقت، قريت كتير أوي، وإن أنا دماغي هتعمل error لو قعدت أكتر من كده، بس المكان جميل أوي وأنا مش عايزة أمشي. بس طبعًا ما شُفتوش حلاوة وجمال بالطريقة دي، بس يا جماعة في أجانب يعني بُص يا جماعة في أجانب، ده بقى تراث بلدنا. يعني أنا الآن طريقي للمنزل، المفروض هاروّح، بس اليوم حلو أوي يا شباب. كنت مروّحة بس قررت قبل ما أمشي أقول لكم إيه الحاجات اللي أنا استفدتها من اليوم كلّه، يالّا بينا. جماعة قُلت قبل ما أمشي لازم أقول لكم أنا إيه اللي استفدته من اليوم النهارده. عايزة أقول لكم إن مكتبة إسكندرية مليانة مميزات كتير جدًا، فيها حاجات حلوة مش هتلاقوها في أي مكان تاني. لقيت إسكندرية من أكتر الأماكن المتميزة جدًا، جدًا، جدًا في إسكندرية أو في أي حتة تانية. عايزة أقول لكم إن أنا لمّا دخلت القبة السماوية اكتشفت، يعني أنا كنت أعرف عجايب الدنيا ال7 بس دخلت كفضول أعرف أكتر عنها. اكتشفت برضه وأنا جوّه اكتشفت إن في عجايب الكون، دي حاجة أنا كرضوى ما كنتش عارفاها. لمّا النهارده دخلت مكتبة إسكندرية من جوّه بقى، المكتبة نفسها مش القبة السماوية، اكتشفت إن أنتِ تقدري إن أنتِ تاخدي رسالة أو الرسالات البحثية اللي بيعملوها الطلاب في الكليات بعد كده بتتسلم، تقدري إن أنتِ تستعريها وتستفادي منها. وكمان هتفيد أكتر الناس اللي هي بتحضّر الماجستير أو الدكتوراه، بتفيدهم يعني بطريقة كبيرة أوي. اللي هُم بيحضّروا ماجستير أو دكتوراه بيبقى ليهم 3 رسالات في اليوم يقدروا إن هُم يستعيروهم. واللي هُم طلاب زي حالاتي كده ليهم رسالتين بس ممكن إن هُم يستعيروهم. أقرا من إمتى؟ من 10:00 ص للساعة 6:30 بتسلّمي الرسايل، قبل كده عادي، بعد كده ما ينفعش. بتستعيري الرسالة ديّة بالبطاقة الشخصية بتاعتِك. دي حاجة من الحاجات اللي أنا اكتشفتها أو عرفتها النهارده في المكتبة. تاني حاجة اكتشفتها النهارده في مكتبة إسكندرية، هي أكيد موجودة من زمان بس أنا كرضوى لسه عارفاها النهارده، إن في مكتبة صوتية جوّه المكتبة، مكتبة إسكندرية. المكتبة الصوتية دي بتعملوا فيها إيه؟ بتتعلموا فيها إنجليزي، إيطالي، فرنش، أي لغة أنتم عايزينها. وكمان تعليم اللغة العربية للأجانب، وممكن إحنا كمان نتعلمها برضه عادي. كل ده بالمجان. طيب لو أنتم حابين تدخلوا المكتبة الصوتية ديّة هتعملوا إيه؟ هتدخلوا المكتبة الأساسية، هتطلعوا B3 عند مكتب الخدمات المرجعية. هتدّوهم البطاقة بتاعتكم وتقولوا لهم أنتم حابين تتعلموا أنهي لغة، وبيسلموكم الكتاب وبيسلموكم الCD، وبتقعدوا على جهاز كمبيوتر وبتبدأوا إن أنتم تتعمقوا في الحاجة اللي أنتم عايزين تتعلموها. وكمان عايزة أقول لكم إن هي طريقة حلوة جدًا، وكأن فعلًا المدرس قاعد معاكم. الCD ده بيكون فيه كل حاجة موجودة في الكتاب، صوت وصورة بشرح وكل حاجة، وبجد دي حاجة في منتهى الجمال. كمان استفدت إيه النهارده بقى، عرفت إيه الدورات أو إيه الحاجات اللي هي هتتعمل على مدار السنة، مش كلّها هي جزء منها، بس عرفت جزء كويس أوي اللي هو على الأقل أبقى متابعة. اللي عايز يعرف أكتر عن مكتبة إسكندرية يتابع الpage بتاعتها على الفيسبوك. وأنصح اللي هو أي حد ما جاش مكتبة إسكندرية أنصحه إن هو ييجي، لإن هو بجد مكان أثري ومكان حلو جدًا، مكان كلّه استفادة، مكان كلّه معرفة، وكمان كلّه علاقات تقدروا إن أنتم يعني تتعرفوا على ناس جميلة أوي وناس مختلفة. ناس يعني عندها وعي كبير. مش شرط اللي بييجي هنا جاي تثقيفي بس، لأ، أنتم ممكن كمان تيجوا تحضروا الحفلات اللي بتتعمل في القبة السماوية وتبقوا كمان مستفيدين منها. بس كده. أهم حاجة بقى إحنا طلعنا بيها النهارده إن إحنا لمّا بنشوف الأجانب جاية من آخر الدنيا، والرحلات اللي جايين من محافظات تانية ومحافظات جديدة ومختلفة، إن هُم بييجوا علشان ييجوا مكتبة إسكندرية اللي ليها صيت مسمّع في كل حتة، وحاجة يعني فخر كبير لينا. دي حاجة إحنا المفروض نبقى نفتخر بيها، لإن مكتبة إسكندرية دي في بلدنا عروسة البحر، ويعني تعتبر يعني من عجائب الدنيا ال7.
ده بالنسبة لي. ودي كانت الجولة بتاعتنا النهارده في مكتبة اسكندرية. قولوا لي حابين نروح أماكن إيه تاني أو نكتشف إيه تاني أو رشحوا لي أماكن أزورها. مش شرط أماكن تثقيفية، لأ ممكن حاجات سياحية، أي حاجة رشحوا لي رشحوا لي في الكومنت وهشوف كل تعليقاتكم. واستنوني فيديو جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك سبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. مكتبة اسكندرية عالم تاني للي يتعمق فيه، وبجد كان يوم حلو قوي.